يسعد دواتكم أعزائي مستمعي ومشاهدي إذاعة فون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب بحلقة جديدة من برنامج مجتمع أونلاين. تحياتي لكم جاندي خالدي بإعداد وتقديم هي الحلقة، وتحيات فريق العمل والتصوير. حلقة جديدة من مجتمع أونلاين. غالبا بمجتمعاتنا وعند أغلب المكونات بيسألوا الأشخاص اللي بيتعرفوا جديد على بعض سؤال يعتبر رئيسي، وهو شو اسم عشيرتك؟ أو من أي عشيرة أنت؟ هذا السؤال ولو انخفضت نسبة السائلين فيه إلا أنه كان بيعبر بشكل أو بآخر عن ماهية وطبيعة المجتمع اللي نحن عايشين فيه. تتميز المنطقة أو منطقة الجزيرة السورية على وجه الخصوص باللون العشائري اللي بصراحة كان له دور كبير بالسنوات السابقة، وهي العشائر كانت بتقوم بمهمات كبيرة، منها أمور إيجابية ومنها أمور سلبية أيضا. وكانت هي الحالة تسمى بالنظام العشائري بسبب احترام الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للعشائر، وكمان رغبة هي المؤسسات في كسب هي العشائر لطرفها. والسبب الآخر هو الميزات اللي كانت ممنوحة للعشائر، وخاصة الكبيرة أو اللي كان عدد أفرادها أو إقطاعياتها من الأراضي كتيرة وضخمة. لكن بالوقت الحالي أصبح للعشائر تجمعات ومجالس، وأصبحت تقوم بأدوار مختلفة ومتطورة أيضا قياسا بالفكر العشائري اللي كان موجود سابقا. لنعرف أكثر موضوع حلقتنا اليوم من مجتمع أونلاين ونعرف آراء الناس حول أهمية دور العشائر، خلونا نسمع ونشوف الاستطلاع التالي. أكيد نحن السلطة لما كان بيد شيخ العشيرة كان كل العشيرة عايشة سواسية ويدافعوا عن بعضهم وعايشين كخلية واحدة بيت واحد. لكن لما صار في نظام سلطة برا اجا وشال دور لشيخ العشيرة، صرنا نشوف كل هالويلات والقتل والتدمير والجوع، كله هذا بسبب السلطة. نبدأ عشائرنا نحن عشائر طائفتي وعنصريتي وحرق جالي خدك شيني وجعبوا من لتنام خازن من لتك الشيك من خيرها هبدو بخازن بجبدو حزبكن وأف طائفته أنانية وبتشتي نباج لأرتابة نمين وأم جبدو حزبكن وحب حزبكن أماراتي خوش بكن. أول لهم دور قديم قبل شيء 10 سنين 15 سنة كان لهم دور، بس من 15 سنة وجاي ما لهم دور نهائي أبدا. طيب تتوقع انه دور العشائر ينتهي بالفتره هي اللي والله بالوقت الحالي منتهي. ليش؟ ما اعرف يعني شنو السبب. ما ايه ما بيدور مثل هذا. على المشاكل الاجتماعيه قبل كانوا يحلوا المشاكل. ايه اول يحلون المشاكل، اذا اثنين واحد يذبح واحد يحلون مشاكلهم ويصلحونهم، اما هسه لا. بري عشرتي بو بري عشر شخو دوره عشاره ابو حل مشاكل ملده بري عشار بتصل طاوله نبو عشاره سلطه تذكر او سلطه وهبو وانا اداره مناطق اذكر عشرتي بو بري جدي بين نبو واداره مشاكل ملتكر والله من عشيرتي له كأجيك شو ما أجبر عشيرتي يعني حساسيتنا قبام لا تشهد أب عشيري بهترة يجوز ظلم اليديك أب عشيري بهترة يجوز ظلم اليديك وقتك وقانون هبي حقيقة بحفظ إني هركسي مرتاح. اسمحوا لي متابعينا الأعزاء أن نرحب بضيف حلقتنا لليوم، وهو السيد فهد دقوري من مجلس العشائر الكردية في الجزيرة السورية، وهو معي من عمودة عبر الماسنجر. تحياتي لك أستاذ فهد دقوري ويسعد أوقاتك. تحياتي، أهلا وسهلا. حابب بداية أسألك، وأنت في مجلس العشائر الكردية وشخصية معروفة يعني في الوسط الاجتماعي، هل هناك نظام عشائري ما زال موجود في المنطقة أم لا، وكيف؟ يا سيدي، بداية العشائر الكردية طبعا موجودة بالتراث الكردي، يعني نعم. هو كترتيب عشائري هرمي غير موجود على أرض الواقع. المجتمع الكردي هو نسبيا متحضر اجتماعيا وثقافيا وحضاريا، وجزء مهم منه مسيس سياسيا بشكل رفيع. هذا بيؤدي إلى التنظيم العشائري كتنظيم غير موجود. لكن المجلس اللي احنا بننتمي له هو مجلس
حاولنا نستفيد من التراث القديم شيء لنحل بعض المشكلات الاجتماعية وبعض المشكلات الأمنية بحرمة النبل أو نبل الأخلاق الاجتماعية أو الأخلاق العشائرية القديمة. لكن كترتيب هرمي عشائري يعني واحد يقول لك انه هذا اغا عشيره معناته وراه كذا رجال او كذا، هذا الكلام غير موجود. نعم. بالاستطلاع عرضنا قبل شوي استطلاع استاذ فهد، وقال بعض المشاركين فيه انه وجود نظام للعشائر هو شيء سلبي وشيء يعني يتهمون العشائر بعض الناس حاليا بمسألة التخلف حسب رأيهم. يعني أنت كيف فيك ترد على هذا الموضوع؟ هل يعني وجود عشائر إنه هناك تخلف وهناك تراجع للمجتمع، أم الموضوع هناك فيه لبس يعني أو في سوء فهم؟ هو بالتأكيد هو بس ينذكر اسم العشائر الكردية رأسا بيبادر للذهن هو التخلف والرجوع إلى التقاليد القديمة. كان في سلبيات مهمة في العشائر الكردية القديمة والصراعات القديمة، وحتى في شخصيات عشائرية أدت أو قامت بأعمال غير مستحبة أو غير محمودة بين المجتمع. من هيك العشائر يعني نسبيا كترتيب عشائري هرمي غير موجود مطلقا، وما حدا بيسأل عنه ولا حدا سأل عن العشائر انه هذا منتمي للعشيرة الفلانية وهذا غير منتمي للعشيرة الفلانية. نحن شغلنا شغل اجتماعي بحت، شغل نحاول يعني نطفي النار اذا اشتعلت بطرف من الاطراف، وغير شيء وغير موجود قطعا. نعم. العشائر هل تستمد قوتها من العادات والتقاليد، ولا هن اللي يعني بيفرضوا هاي العادات والتقاليد حسب رأيك؟ العشائر بالأساس في شيء من العادات والتقاليد القديمة، وهي العادات والتقاليد محمودة أكيد. يعني في شيء من اللب الأخلاقيات، في الرجل الجيد أو المناسب أكيد له قيمة عشائرية وقيمة اجتماعية مهمة في المجتمع. نعم. لكن السلبيات أكيد نحاول نتخطاها، نحاول نحط السلبيات على جنب ونحاول نستفيد من الإيجابيات الموجودة فيها. طيب نحن حكينا كثير عن موضوع السلبيات والإيجابيات، يعني أستاذ فهد فيك تذكر لي مثلا سلبية محددة لحتى الناس اللي عم بتشوفنا يعني أو تسمعنا أنه تفهم شو كانت مثلا سلبية من سلبيات العشائر؟ سلبية من السلبيات هو نوع من الطغيان اللي كان موجود من الترتيب الهرمي للعشيرة. يعني كان الآغا أو الشيخ كان يقوم بأعمال يمكن كان في نظر البعض هو عبارة عن ظلم أو يعني تدخل بأمور الآخرين أو إلى آخره، باعتبار يعني النظام الاجتماعي أو النظام القانوني اللي كان دارج هو العرف الاجتماعي، والعرف الاجتماعي كان ذاك الوقت شيء مقبول بوقته بعصره. طبعا تيجي تقارنها مع اليوم أكيد بالمطلق غير مقبول، يعني غير مقبول انه باعتبار صار في قانون، صار في دولة، صار في اجراءات ادارة، صار في تنظيم اجتماعي، تنظيم اقتصادي، تنظيم سياسي، هذا كله صار بالماضي. لكن عملنا هو مختلف عن كل هالعمل هذا. يعني السلبيات وحتى الايجابيات يعني نحن نحاول نستفيد من الايجابيات، السلبيات نحطها على جانب وما نشتغل فيها. نعم. طبعا ذكرت خلال حديثك أيضا أنه موضوع الإيجابيات موضوع أنه نستفيد من يعني الطيبة أو البراءة أو الاحترام الموجود ما بين الشخصيات بالعشائر بحد يعني بعين ذاتهم. يعني أنا حابب أسألك أيضا عن موضوع كنا حكينا عن العادات، وحابب أسألك أيضا عن موضوع عادة ثانية. مثلا هل لا زالت هناك عادات بين عشائر الوقت الحالي؟ يعني العادات السابقة لساتها موجودة، مثلا موضوع فنجان القهوة اللي كان بينحط عفوا فنجان القهوة اللي كان بينحط وبيكون في طلب يعني عند شخص آخر أو عشيرة أخرى وما بيشرب القهوة، لحتى أنه ما بعرف إذا هاي العادة كانت موجودة عند العشائر الكردية أو عند غير مكونات فقط. سيدي شوف، في هاي العادات اللي تفضلت فيها، هي العادة عادة القهوة كان موجودة عند العشائر العربية قطعا. العشائر الكردية العشائر العربية نعم. أصلا العشائر الكردية بالأساس نظام القهوة في الفنجان ما كان موجود إلا بالبرية. يعني بعد ما صاروا يعني يتفاعلوا مع العشائر العربية صارت القهوة العربية يعني صارت عادة، ولا القهوة موجود كان العشائر الكردية. المهم يعني هلا في عادات موضوع الخطيفة بدي اذكر لك اياها، ويمكن هي يعتبروها يعني نوع من السيئات او المساوئ او السلبيات.
نعم تفضل. كانت خطيفة قبل شخص يخطف بنت أخرى أو بنت رجل آخر. هل خطيفة كان الآغا أو الشيخ يقوم ينهب أبو الخاطف وأبو البنت كمان، ينهبهم مشان مرة ثانية ما يعيدوها. يعني كانت نعم. العادة مو غير مستحبة مطلقا، ومع مع كذا يعني مع ذلك كان في حلول وسطية. هذا الحكي يعني تيجي تقارنها مع المجتمع اليوم أكيد صار مستحيل، ما فينا نحكي فيه أصلا. نعم نعم. نعم. يعني عادات كانت سابقة واندثرت، يعني نعم. ما ضل منا أي شيء. اليوم على شو بيختصر دوركم في مجلس العشائر؟ سيدي الكريم، نحن بال 2013 بشهر شباط، بعد ما صارت احداث بالحسكه، اذا بتتذكروها، الحسكه بحاره اسمها حاره ساحه خدتو او شيء، صار في صراع بين البومعيش والشريحه العربيه من عشيره البومعيش وبين اليبقه اللي كانوا يقولوا هذول كراد، يعني ما يسموها بين اليبقه ولا يقولوا كراد وعرب. يعني حاولنا نتدخل، شفنا الظرف مناسب انه ليش طيب يعني هل العشائر العربيه الكرديه تحاول تتفاعل مع العشائر العربيه؟ لا، المشكله كان مبدئيا هذه المشكله موجوده، يعني نحاول نتفاعل ونحاول نشوف لها طريقه معينه، وبعدين بعد ما خلصت هالمشكله هذيك حاولنا نشكل المجلس العشائر الكرديه. والمجلس هو عباره عن عمليه ما كانت مدروسه بالاساس بصراحه يعني، وكان اهل عاموده كلهم، يعني اهل عاموده طبعا هي مجموعه من كذا تشكيله عشائريه، هن اللي ساووا دعوه، وساوينا الدعوه في منتجع بيلسان كان يمكن اسمه، او مو بيلسان، لا والله هذا اللي هلز، يمكن هلز اللي على طريق القامشلي. نعم. ودعينا كل العشائر الموجوده الكرديه، ودعينا العشائر العربيه على سبيل الضيوف كمان، نوع من الضيافه يعني. وحاولنا انه يا اخي تعالوا ننظم بعضنا، يعني في ممكن تصير مشكله بين طرف سياسي وطرف سياسي اخر، او طرف سياسي وعشيره عربيه، الطرف السياسي ما ممكن يحلها او ما ممكن يعرف يتواصل مع العشائر العربيه الا بلغه العشائر. وحاولنا يعني نقوم بهالدور هذا، شيء انه نهدي الوضع، نحاول في نوع من النيران اللي تشتعل. يعني انتم كنتوا وسطاء سلام ووسطاء خير ما بين يعني الطرفين المتصارعين. يعني اصلا انشاء المجلس صار انشئ المجلس بهدف اخر، وهو انه نحاول نشكل مجلس يضم جميع العشائر العربيه والسريانيه والشرائح الموجوده، نضم كلهم بمجلس واحد. اساسي هذا هو، ولساتنا عم نسعى بالموضوع هذا. نعم. يعني حسب ما ذكرت ايضا يعني استاذ فهد، موضوع انه عم تقلي انه نحن عم نحل خلافات، يعني هاي الخلافات تعتبر خلافات كبيره جدا. يعني بدل كلامك على انه للعشيره او للعشائر لسه في الكلمه الفصل بالمجتمع، ولسه لكم عفوا للعشائر قيمه كبيره جدا وتحترم يعني. لا قطعا اكيد، يعني اكيد العشائر لها حرمه معينه، يعني عدم الاخذ من هذا الكلام. ممكن شخص من العشائر يفوت على مجلس يحترموه ويسمعوه اكثر من كثير من الاطراف السياسيه او الاطراف العسكريه وكذا. هل القيمه الاجتماعيه حاولنا نستفيد منها ونكون رديف لمجتمعنا، شيء نحاول نهدي الوضع على الاقل. نعم. والقيم موجوده الأحزاب طبعا، السياسية يعني موجوده. نعم. الأحزاب السياسية الكردية يعني هل تساعدكم بهذا الموضوع؟ هل أنتم عم بتساعدوهم؟ هل هن عم بيعيقوا عملكم؟ لأنه يعني خليني أذكر آراء بعض الناس اللي قالوا أنه ممكن مجلس العشائر بيقوم بدور يعني الحركة السياسية الكردية أيضا يعني بالمنطقة. شوف يا سيدي، هو الإشكال كله هون، الإشكال نعم. عقدة العقد هون. نحن أول ما بدأنا بإنشاء أو بإقامة المؤتمر الأول 21 شباط 2013 تواصلنا مع المجلس الوطني الكردي أولا ومجلس غربي كردستان ثانيا، وقلنا لهم نحن ما لا بدنا مناصب ولا بدنا امتيازات ولا بدنا أي شيء، بس بدنا حاولوا على الأقل أنتم كمان تكونوا مع بعض على الأقل بالمجلس هذا. أي ناحية. نعم. والناحية الثانية نحن ما بنمثل اي شريحه سياسيه جوا المجتمعات، يعني نعم. لا يوم دعينا ولا رح ندعي بيوم من الايام انه نحن رح نكون بديل سياسي عن اي طرف كان، صغيرا كان ام كبيرا، من اي محور كان. يعني بالمناسبه الاطراف السياسيه الموجوده من تفدم
للتحالف للمجلس الوطني الكردي. الكل عم يحاول انه يجلبنا لعنده، تعوا مثلا بنساوي الموضوع الفلاني نحن بنهرب منها، نحن جماعه مستقلين كلامنا مسموع باستقلاليتنا، بس دخلنا بطرف سياسي صرنا نحترق بنفس الخط، وهذا الخط ولكن بنفس الوقت يعني انا حسب متابعتي لصفحتكم يعني صفحه يعني العشائر الكرديه في الجزيره السوريه، يعني انا لقيت بعض البيانات السياسيه. هو شوف بالنتيجه نحن عايشين بمؤتمر او بالاحرى عايشين بمجتمع وعايشين بظرف اجباري، عندك راح تكون قرار سياسي. يعني نعم لما تجي على الاستفتاء اللي صار ما ممكن ما يكون له دور المجلس العشائر الكردي، يعني لازم سمع صوته. يعني هلا مثلا بموجب بالعزاء اللي صار تبع امام جلال اكيد حضرنا. نعم. يعني تسموها سياسي تسموها اجتماعي ما بعرف، لكن نحن يعني مشان اكد لك هالكلام نحن ما راح نترشح لاي منصب سياسي ولا لنا دور باي منصب سياسي. هدفنا الاساسي والاسمى انه نحاول نتقارب مع الشرائح الاجتماعيه الموجوده اكثر. نعم راح اسالك عن موضوع الترشح، ولكن قبل ما اسالك يعني اليوم في اداره وفي حكومه للمنطقه الكرديه، يعني حدا بيسال انه ممكن حدا يسال يقول شو الفائده من وجودكم طالما في قضاء وفي مجلس تنفيذي وفي مجلس تشريعي بيقوم او بتقوم بكل شيء؟ يعني ليش الناس مثلا راح تلجأ للعشائر او العشائر راح تتدخل لحل خلافات بين الناس طالما هناك قضاء مثلا هو من اختصاصه حل هي الخلافات؟ انت كيف بتقرأ هذا الموضوع؟ استاذ فهد عم تسمعني؟ نرجع لحوارنا مع السيد فهد دقوري من مجلس العشائر الكردية في الجزيرة السورية. نعتذر طبعا عن انقطاع الانترنت أعزائي المستمعين والمشاهدين. بعتذر منك أستاذ فهد على انقطاع الانترنت. كنت عم أسألك عن موضوع أنه في بعض الآراء اللي بتقول أنه اليوم في إدارة وفي حكومة للمنطقة الكردية، يعني ما الفائدة من وجودكم طالما هناك سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية يعني بتقوم بكل شيء؟ نعم. حلو. يا سيدي هلا يوم اللي كان النظام موجود عندنا كان في شيء اسمه مصالحات اجتماعية. تمام. يعني هو القانون بضل قانون وبيشتغل شغله، ما حدا بيتدخل بالامور القانونيه. المحاكم والاجراءات القانونيه والمحاكمات والمحامين والدعاء العام هذول كلهم ما حدا بيقرب منهم. ومنا بالنسبه لنا ما بنقرب الامور القانونيه قطعا، هي في جهات معنيه هي اللي بتولى الامر. نحن يعني في كثير الامور القانونيه ما بتحل الاشكال لحاله. في امور اجتماعيه ممكن القضيه الفلانيه ممكن تتعقد بشكل معين قانونا ينحكم فيها بس ما تنحل اجتماعيا. صح. بدها هي حلول اجتماعيه، وهذه الحلول الاجتماعيه هي شغلتنا نحن، اكثر من هيك ما بنتدخل. الامور القانونيه هي يعني الامور القانونيه تابعه للجهات الخاصه ونحن ما لنا دخل فيها. حصرا نحن شغلتنا الامور الاجتماعيه المتعلقه بالامور العشائريه. يعني مثلا هلا واحد ذبح الاخر بالقانون ما في شيء اسمه نفي مثلا او ابعاد عن محل الجريمه. نعم. مثلا الخطيفه مثلا واحد بيخطف وحده قانونا ما في اجراء، خلص البنت حبت الشاب وبتجوزوا خلصنا. لكن بالامور العشائريه هاي بتصير من وراها كوارث وبصير من وراها ذبح وثارات وبلاوي وكذا. هاي ممكن نحن نتدخل ونحلها بامور عشائريه او اعراف اجتماعيه القانون ما ممكن يتدخل فيها. نعم. يعني أنت ذكرت قبل شوي كمان أنه أنتم منكن تجمع سياسي، ولكن بنفس الوقت يعني حابب أسألك أنه طالما صار في تطور في الحركة العشائرية إذا بدي سميها، يعني العشائر صار عندهم مجلس وصاروا عندهم مثلا يعني أعلام وصفحة على الفيسبوك وبيانات وإلى ما هنالك من يعني هناك نوع من التنظيم إذا بدي سميه، حتى ولو كان تنظيم عفوي وما تنظيم كتير يعني مثل تنظيم الأحزاب يعني. ولكن يعني هل ممكن أنه بكرة أنتم كقوة اجتماعية، أنتم تعتبروا قوة اجتماعية بالمجتمع ولديكم يعني عدد أفراد ممكن كثير كبيرة يعني تغلب أي حزب يعني بعدد الأفراد، هل ممكن أنه أنتم بكرة تشاركوا بالمشروع الفيدرالي الموجود، تشاركوا بانتخابات الفيدرالية بشكل أو بآخر يعني باسم المجلس أو بغير اسم المجلس؟
سيدي هلا في طروحات كثير صار الموضوع. اولا ترشيحا قطعا ما عندنا حدا، لانه الظرف السياسي الموجود هلا اذا ترشحنا انحسبنا على طرف معين والترشيح قطعا ما في، لكن بالنتيجه عم نشجع الناس انه لا رشحوا وانتخبوا وعلى الكومينات مبدئيا ولا بعد جاي الانتخابات الثانيه كمان. وكان لكم بيان يعني على الصفحه الرسميه الانتخابات. نعم كان لكم بيان بتشجيع الناس على الانتخابات. نعم لانه نحن نعتبر انه الانتخاب هو ضروره انسانيه، ضروره وطنيه لازم الشخص يشارك فيها في هذه المرحله اللي نحن فيها. ممكن بعد سنه تتغير الامور وتصير بشكل اخر، لكن الانتخابات شيء انساني ضروري لازم يشاركوا فيه. نعم. سؤالي الأخير لك السيد فهد دقوري، كيف علاقتكم مع العشائر الأخرى، العشائر من المكونات الأخرى؟ نحن علاقتنا كثير مهمة. بعدين كثير مصالحات بتصير بين العشائر العربية عم يدعونا هن عم يدعون مجلسنا ليحضر الاجتماعات هذه، وكمان بالطرف نحن بطرفنا كمان عم ندعو العشائر العربية والمسيحيين السريان والأرمن والكلدان وإلى آخره. نحن هذا المبدأ السامي أو بالأحرى الهدف المرجو بالنسبة لنا هو التواصل مع العشائر الغير كردية، ونحاول نرمم إذا أي شيء صار سلبي ممكن نرمم ونصلح الموضوع. نعم. وكان لكم يعني دور أتوقع بالاشتباكات التي حدثت يعني بين النظام وبين الأسايش قبل عام ممكن أو عام ونصف يعني، ويعني حتى أنتم أنه لعبتوا دور الوساطة بين الطرفين. دورنا الاساسي، وحتى شفنا الطرفين من ناحيتنا باعتبار اننا شافونا الطرف مستقل. يعني تصور انه العشائر العربيه الموجوده بالحسكه والقامشلي كتفت معنا وكانت تصر على الوقوف في المعارك بين الاخوه بجوات المحافظه، وشدوا على ايدنا واشتغلوا معنا الليل نهار وما تركونا لحد ما انحلت المشكله. وهذا بعد نعتبره نحن يعني مكسب كبير، انه التواصل مع العشائر العربية كان مهم كثير. نعم. السيد فهد دقوري من مجلس العشائر الكردية في الجزيرة، شكرا لوجودك معنا اليوم بمجتمع أونلاين، شكرا لمشاركتك. شكرا. أعزائي مستمعي ومشاهدي إذاعة فون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بفقرة لقاء. بهي الفقرة رح نتناول موضوع العشائر أيضا ولكن من الناحية التاريخية، ورح يكون معنا ضيفنا بهي الفقرة الكاتب فارس عثمان. خلونا نشوف ونتابع اللقاء وبنرجع لكم. كان لهم دور قبل الحكم الوطني، وساهموا في الحفاظ على الشعور القومي الكردي ووسعوا الجغرافيا الكردية. وبعد ذلك أثناء الحكم الوطني أيضا كان لهم نواب ينتخبون في البرلمان السوري. مع الأسف عندما جاء البعث كما فعل بالعشائر العربية أيضا تغلغل بين العشائر الكردية وحرض بعضها ضد بعض، وقاموا كثيرا بتنحية وجهاء هؤلاء العشائر وتعيين آخرين بدلا منهم لم يكن لهم مكانة. لذلك تضعضعت تخلخلت النظام القبلي أو النظام العشائري عند العرب وعند الكرد، وحدثت مشاكل ضمن العشيرة الواحدة أو بين العشائر الواحدة. العشيرة أو القبيلة لها أسس وكان لها برلمان يجتمعون في المضافة أودة، وكان لشيخ العشيرة أو شيخ القبيلة كان له مجلس يسمونه الوجهاء بالكردي ريسبي. طبعا هؤلاء كانوا يقومون بتقديم النصح والمشورة لشيخ القبيلة. مثلا إذا أخذنا مثلا الشيخ زايد شيخ قبيلة واعتمد على النظام القبلي وكان أميا وجاهلا، وحول إمارات من عام 1971 إلى عام 2000 من دولة قديمة متخلفة كانت بيوتها من القصب زل، والآن دبي وأبو ظبي والشارقة تنافس دول العالم ليس فقط في البناء إنما في النظام السياسي أيضا وفي الحريات الموجودة.
وفي التعايش السلمي بين أكثر من 100 قومية وجنسية. وأيضا اليابان وحتى الصين. اليابان أرقى دولة في القيم والبروتوكول وتعتمد على عاداتها القديمة. إذن الخلل ليس في هذا النظام، كيف نستغل القيم الجيدة من العادات والتقاليد القديمة ونطورها. أما إذا أردنا أن نعيش ككرد على القيم القبلية كما هي منذ 1000 سنة أو 2000 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة لن نتطور. يجب أن نأخذ بالقيم التي تحافظ على التماسك الأسري، على العيش المشترك. أنت تذكر بأنه قبل مجيء البعث، ذكرت أنت مجيء البعث، كانت هناك مصاهرات بين الكرد والعرب، وهذه المصاهرات حافظت على العيش المشترك. الآن مع الأسف هناك انعزالية من الشوفينيين العرب ومن الكرد. هذه الانعزالية أدت إلى التباعد بين هذه المكونات. نحن في الجزيرة شأن ما بيننا، هناك الكرد والعرب والسريان والآشوريين والكلدان والأرمن والأيزيديين والمسلمين، فهذه الشريحة تعيش في مناطق متداخلة. يجب أن نحافظ على القيم التي تعزز العيش المشترك، هذه القيم موجودة. أما إذا اعتمدنا مثلا يدعون البعض إلى الابتعاد عن العشيرة والقبيلة لأنها لا تقدم شيئا، أنا ضد هذه النظرة. يجب أن نقف عند العشيرة كنظام اجتماعي هذا النظام له أسس محددة، يجب أن نأخذ القيم الجيدة التي تناسب عصرنا. أعزائي مستمعي ومشاهدي إذاعة فون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم اللي خصصناها عن موضوع دور العشائر في المنطقة الكردية أو في الجزيرة السورية. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء بحلقات قادمة من برنامج مجتمع أونلاين.